عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناة جرب وصفتي. في البداية كده زي ما انتم شايفين فيديو النهاردة، هنقدر ان احنا نطلع من 3 كيلو ونص لبن كمية حلوة جدا من الجبنة. هنعمل مع بعض الجبنة القريش في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنطلع منها كمان الزبدة والقشطة. هقول لكم على الطرق بالظبط والخطوات اللي لازم تمشي عليها عشان توصلي لنتيجة مضمونة. انا عايزة اقولك ان انا اول مرة اعمل الجبنة القريش في الحصيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه، لكن انا انبهرت فعلا من الطعم والشكل والجمال. يعني اكنك انت ما كنتش بتشتري، يعني بتاكلي جبنة من بره نهائي. لما تاكلي الجبنة دي لا يمكن هتعجبك اي جبنة تانية تجيبيها، هتلاقي ان الموضوع بالنسبة لك سهل. لكن هنا في الفيديو حابة اوصل لكم معلومة، وهنقول مع بعض كده واحنا شغالين، هل الموضوع ده بالنسبة لنا هيكون اوفر واحسن من ان انت تشتري من بره؟ هل الموضوع ده مجزي ويستاهل ان انت تعملي الحاجات دي في البيت؟ هنشوف كده مع بعض، وهنوزن مع بعض كل اللي هيطلع معانا بالتفاصيل وبالميزان، وهقول لكم كده على يعني كل النتيجة بصراحة. يعني مش هخبي عليكم اي حاجة، وهقول لك فعلا الموضوع ده يستاهل ويستحق ان انت تعملي وتتعبي نفسك في البيت وتوصلي للنتيجة دي. هنشوف كده مع بعض الموضوع مجزي معانا ولا لا. مبدئيا انا معايا 3 كيلو ونص من اللبن الحليب، لبن الحليب الفلاحي العادي، يعني لبن صابح بتاع اليوم. هبدأ ان انا اصفيه بالشكل اللي انتوا شايفينه بشاشة او بمصفى ناعمة. يعني اي حاجة بتكوني انت بتصفي بيها اللبن. انا عندي المصفى الناعمة دي بصفي بيها، بتشيل كل الشوائب اللي معايا في اللبن. اهم حاجة ان انا اجيب لبن معايا، لبن جاموسي يكون كويس جدا ودسمه حلو علشان يقدر يطلع معايا كمية حلوة من الزبدة او القشطة. بصرف النظر عن اي نوع لبن، لو حتى نوع اللبن خفيف هتفرق معاكي في كمية القشطة او الزبدة اللي انت هتستخرجيها من اللبن. دي اللبن خفيف او دسم، هما الاتنين هيعملوا الجبنة. لكن الفرق عندي هيختلف في ان انا اطلع كمية كبيرة من القشطة عشان اقدر ان انا اعمل بيها كمية الزبدة او القشطة اللي موجودة معايا. زي ما انتم شايفين معايا اللبن، هسخن الحلة معايا كويس، وهبدأ ان انا اصفي اللبن وانزله فيها. طيب انا اللبن معايا ساقع في الجو البرد ده، هحط معايا الحلة دي على النار تسخن وتسخن اللبن ده كويس. يعني ايدي تستحمل اللبن ان انا احط ايدي فيه، صبعي فيه، هحطه يسخن معايا كويس جدا. وبعد كده مش هغليه يا جماعة، هسخنه بس اقدر ان انا احط صبعي فيه كده يبقى سخن. لا سخن قوي درجة الغليان، ولا هو سخن يا دوبك يتحط على النار، لا سخن يعني احس بسخونيته معايا. هحطه في مكان دافي، حطيته زي ما انتم شايفين عندي جاكيت قديم كده، غطيت الحله وحطيتها فيه، وحطيته في فرن البوتاجاز من غير ما اشغله ولا ولعه خالص. بيبدا يربط معايا في خلال، هو ربط معايا في خلال 24 ساعه، طبعا على حسب المكان وعلى حسب نسبه الدفى معاكي. طبعا انا كنت واخده من اللبن ده كميه لوحدها، اللي فضل معايا في الحله اللي انا عملته 3 كيلو ونص من اللبن الحليب. زي ما انتم شايفين بعد ما اللبن راب معايا، ببدأ ان انا معايا زي ما انتم شايفين كده الحصيرة دي انا جبتها من السوق، فيها لها بقى اسعار متفاوتة على حسب المكان اللي عندك. عملت لها رباطين كده، وهبدأ ان انا اشتغل فيها. طبعا اللبن بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين مش مطلع اصلا نسبة مية او شرش، اللي خفيف خالص. بعد ما انا طبعا روبت اللبن، اخد معايا 24 ساعة، باخده واحطه يوم كامل في التلاجة لحد لما يتماسك معايا بالشكل اللي انتم شايفينه، عشان اقدر ان انا اطلع القشطه اللي على الوش كده وتكون متماسكه معايا، ما تكونش سايحه معايا كده في اللبن الرايب بتاع الجبنه. هبدا ان انا الم القشطه اللي على الوش دي كلها كده، واحطها معايا كده في طبق لوحدها. طبعا هوزن معاكم القشطه واقول لكم طلع معايا قد ايه قشطه وطلع معايا قد ايه جبنه، يعني واحنا شغالين كده هنشوف مع بعض هل الموضوع ده مجزي ويستاهل ان انا اتعب واعمل او لا، بصرف النظر عن نظافه الجبنه. هقول لكم كمان الموضوع بالنسبة لك يزيكي لو هتفتحي مشروع او تشتغلي فيه، ولا كل الكلام ده مجرد كلام بس. زي ما انتم شايفين بعد ما انا عملت شلت القشطه من على الوش، هبدا ان انا اظبط معايا كده الحصيره. طبعا انا غسلاها قبل ما اشتغل فيها عشان لو عليها اي عفار او اي حاجه تكون معايا نظيفه. ببدا ان انا ارفعها كده من الحرف بتاعها على حاجه عاليه شويه، علشان لما اجي افضي فيها اللبن الرايب يعني يبقى في النص كده ما يقعش مني. ببدا ان انا اقلب معايا اللبن الرايب زي ما انتم شايفين، زي ما هو كده، انا ما حطيتوش تاني على النار. تقدري ان انت تحطيه يعني 5 دقايق كده على النار عشان يفك معاك من الحله ويبدا يطلع نسبه ميه شويه. لكن لو انت مش هتقدري تتحكمي فيه وممكن يتفل معاكي او يسخن منك، فانا هعمله بالطريقه اللي انتم شايفينها. هقلب معايا كده اللبن في بعضه،
وبعد كده هبدا ان انا افضيه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده في الحصيره في النص. بكون رافعه الحرف اللي في الجنب عشان طبعا انا عايزه الجبنه معايا تكون في النص بالشكل اللي انتوا شايفينه، ما تجيش معايا على الاحراف. ببدا ان انا اصفي بالراحه كده الميه، طبعا تحتيها صينيه واسعه. ببدا ان انا اصفي كده الميه والم الجبنه من الناحيتين كده على بعض علشان اساوي قطع الجبنه معايا. طبعا لو الكميه كبيره معاكي بتبداي ان انت تفرديها في الحصيره بالطول بتاعها علشان توصل معاكي، تقدري ان انت تتحكمي فيها وتاخد شكل اسطواني كده بشكل الجبنه زي ما احنا شايفين. اخدتها وعلقتها معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده على المطبخ في مقبض المطبخ، وعلقتها وسبتها معايا لحد لما اتمسكت يوم كامل. وبعد كده هبدأ ان انا اقطع الجبنة معايا. بدأت ان انا اقطع احرف الجبنة كده، وببدأ ان انا اقطع كمان قطع الجبنة على قد المقاس اللي انت عايزاه. انا حابة اقول لكم ان انا انبهرت من طعم الجبنة يا جماعة، وشكلها يعني في منتهى الجمال حقيقي. انا بعد ما عملت الجبنة دي في البيت حسيت ان انا يعني اي جبنة تانية بره ما عادتش بتعجبني ولا حتى اولادي. يعني طعم الجبنة في منتهى الجمال. طبعا دي جبنة بخيرها، انت واخدة القشطة اللي عليها، طبعا يعتبر جبنه ترقيد. جبنه الترقيد دي اللي هي بتتعمل بخيرها، يعني بتشيل بس الطبقه الفوقانيه بتاعه القشطه، لكن اللبن نفسه مش مفروز، بيكون معمول في مكن بيشيل كل القشطه اللي في اللبن. لكن انت طبعا في سايبه فيه نسبه دسم، فبتطلع معاكي بقى نسبة دسم طبعا معاكي في اللبن، فبيطلع معاكي الجبنة طعمها طري كده وناعم، وتحسي ان انتي بتاكلي قشطة ما بتاكليش جبنة. يعني جربيها بالطريقة دي ان شاء الله تعجبك، وهيطلع طعمها في منتهى الجمال. شايفين قطعة الجبنة وجمالها يا جماعة؟ القطعة بسم الله ما شاء الله، الجبنة ناعمة جدا وطعمها في منتهى الجمال، ويعني القطع ما شاء الله عليها. هبدأ ان انا هنا اصفر الميزان قبل ما احط فيه قطع الجبنة على الصينية اللي هحط عليها دي. زي ما انتم شايفين قطع الصينية طلعت وزنها 400 جرام. هبدأ ان انا اعمل على الزيرو واصفر معايا الميزان، وابدأ ان انا اوزن قطع الجبنة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الكمية اللي معايا دي طلعت معايا كيلو و150 جرام من الجبنة، يعني تقريبا كيلو وتمنة من الجبنة. طبعا انا عندي جبنة بتتباع الكيلو ب35، وطبعا مش جبنة يعني بخيرها زي دي، لا طبعا الجبنة بيكون متشال منها كل الدسم اللي فيها. فما بالك بقى لما تكون جبنة زي دي هيكون تمنها اغلى. هنحسبها كمان على سعر ال35 بس، مش هنحسب على سعر الاغلى من كده. هتعمل معايا على الميزان، هوريكم عاملة معايا على الميزان. هبدأ احط اهو زي ما انتم شايفين عملت كيلو 150 جرام. هبدأ ان انا احط السعر الجبنة عندي 35 جنيه اهو، اضيف على حرف السي وابدأ ان انا اضيف 35، عملت لي 40 جنيه وربع، يعني اعتبري 40 جنيه. 40 جنيه ده تمن الجبنة بس اللي طلعت معايا من ال3 كيلو ونص لبن. اللبن عندي ب15 جنيه الكيلو، يبقى ال3 كيلو ونص عاملين معايا 52 جنيه ونص. 52 جنيه ونص طلع منهم 40 جنيه تمن الجبنة، يبقى بقي معايا 12 جنيه ونص. عملت القشطة زي ما انتم شايفين. طبعا انا وزنتها بالطبق، اعتبر هي طلعت 400 جرام مش 500، يعني 500 نص كيلو. اعتبريها هي طلعت بس 400 جرام على سعر 150 جنيه. عندي القشطة بتتباع بسعر الزبدة ب150 جنيه، اعتبريها عملت معاكي 70 جنيه. 70 جنيه على 40 جنيه بتوع الجبنة، يبقى عملت معايا 110. 110 من تمن اللبن نفسه اللي انا جايباه زي ما قلت لكم 52 جنيه ونص. شوفي فرق معاكي قد ايه. اعتبري 100 جنيه بس عملتي بيها الجبنة والقشطة دي. شوفي فرق النص بالنص بالظبط يا جماعة من تمن ما انت بتشتري من بره. يعني انت جبتي لبن ب50 جنيه، عملتي حاجات جبنة وقشطة ب100 جنيه، يعني الضعف بالظبط. طبعا بيختلف معاكي على حسب دسم اللبن. لو اللبن دسمه عالي هيبقى طبعا هيديكي نسبة قشطة اكتر، وكمان هيديكي زبدة اكتر. طبعا لو انا خدت قطعة القشطة دي وانا طبعا بدأت ان انا اخلطها كده واطلع منها قطعة زبدة، لو انت عايزة تعمليها قشطة بس عادي وتاكليها كده على جبنة هتبقى حلوة برضو، طعمها جميل وموفرة معاكي. طب انا لما هعملها زبدة طبعا هتقل معايا في السعر، هتنزل قصدي في الكمية، هتطلع معايا طبعا نسبة خض. اعتبري هتطلع معاكي ربع كيلو من الزبدة في تمنها النهاردة.
جربي الموضوع وهتلاقيه حلو جدا وسهل، يعني هتلاقي الموضوع بالنسبه لك ما فيهوش اي صعوبه خالص. وكمان هتكوني فرحانه ان انت بتعملي الحاجات دي في البيت بالطعم والشكل ده. يعني صراحه طلعت معايا كمان نسبه من الشرش ده. الشرش ده يا اما هحتفظ بالجبنه فيه، يا اما هستعمله معايا في المعجنات. فطبعا طلع معايا حاجات حلوه جدا. بتمنى ان الفيديو النهارده يعجبكم. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كلها هتعجبكم. وبتمنى كمان تجربوا الوصفه دي، ووصفه سهله ومكوناتها سهله، وكمان هتحسي كده ان انت عملت شيء مميز كده ومختلف. بتمنى ان الفيديو يكون فيديو سهل عليكم، وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.